بالفيديو السابق شرحت لكم شلون تختارون الباكة المناسبة. بهذا الفيديو راح اشرح لكم شلون تنظفوها وتطلعون الوساخة والحشرات والمحرمات اللي بداخلها. اول شي راح نفتح الحلق مالتها بهاي الطريقة. شوفوا هنا الوساخة او الرعي اللي هو الاكل مال الخروف لقيناه بالحلق. ابد لا تطبخون الباكة اذا ما تفتحون حلقها. وهسه بعد ما غسلناها راح نجي نفصل الفك العلوي عن الفك السفلي. هذا الانبوب مال المريء لازم نوخره. وهذن الجغتين هن المحرم اكلهن الموجودات بالباكة. وراها راح نفتح الخشم بهاي الطريقة حتى نحاول نغسله من الداخل. هنا أنا استعملت السكينة لأن أغلبكم ما يقدر يستعمل ساطور. الباكة لازم تنغسل كل زين، لازم أقل شي تخلوها نص ساعة يجر عليها المي، وبالأخص الخشم حتى تنزل من عنده الحشرة. وهنا الكرشة ضروري نوخر من عندها الشحم اللي لازق عليها لحد ما تصير عندنا بهذا البياض، لأن يسوي زفرة وريحة مو طيبة. وبعدها راح نقطعها لمربعات صغيرة.